كان ويليام كيمبلر راجل بسيط بيبيع خضار في أحد المناطق في نيويورك. ويليام هو وشريكة حياته ماتيلدا كان إدمان الكحول جزء من حياتهم اليومية، وده خلى حياتهم كلها خناق ومشاكل. كان الجو دايما مشحون وعلى وشك الانفجار. ويليام ما كملش تعليمه، عشان كده الجورنال اللي في إيده ده هو مجرد ورقة وفيها شوية صور. هو دلوقتي شايف صورة لفيل وسط حشود كبيرة وصحفيين وتصوير، لكن اللي ما كانش عارفه هو اللي مكتوب تحت الخبر: إعدام الفيل توبسي بالصعق الكهربائي. الفيل واللي ليه تاريخ طويل في سوء المعاملة من المدرب بتاعه، وفي لحظة استفزاز كان المدرب بتاعه بيقرب سيجارة مولعة من الخرطوم بتاعه، وتخلى الفيل يفقد السيطرة ويهاجمه ويقتله. وفي ميدان لونا تم تطبيق أول إعدام كهربائي في التاريخ على الفيل توبسي، وده كان انتصار لتوماس أديسون على نيكولا تسلا، اللي كان بيحاول يثبت إن التيار المستمر أفضل الطرق الرخمة في الإعدام من التيار المتردد. ويليام طوى الجورنان ورماه على جنب، وبدأ هو وماتيلدا في شرب الخمور اللي زي ما قلنا كان جزء من روتينهم اليومي. ولما بدأت الخناقة ما بينه وما بين ماتيلدا وتحت تأثير الخمر، رفع ويليام الفاس وضرب ماتيلدا على راسها ضربة خلاها وقعت ميتة في لحظتها. الغريب إن ويليام ما هربش، لكنه راح بكل هدوء وسلم نفسه. قال لهم: أنا قتلت ماتيلدا وأنا أستحق العقاب. اعتراف صريح بالقتل سهل القضية على القاضي اللي حكم عليه بالإعدام، والإعدام هيتم بالكهرباء لأول مرة في التاريخ. ويليام هيكون أول إنسان يتجرب عليه الطريقة الجديدة، الطريقة المبتكرة من توماس أديسون في الإعدام، اللي على حد وصفه إنها الطريقة الأسرع والأقل عذاباً، أو على الأقل ده اللي كانوا فاكرينه. لكن الواقع كان مرعب. في يوم الإعدام الصبح بدري دخل ويليام غرفة الإعدام، وكان هادي بشكل غريب. اتربط على الكرسي وتوصلت بجسمه الأقطاب الكهربائية على راسه وعلى ظهره، ده قبل ما يبلوه علشان التيار يعدي بسرعة. وفي لحظة تم تشغيل الكهرباء. الجسم اتشنج فجأة، العضلات اتشدت بعنف، والدماغ اتعرضت لصدمة عنيفة. والوقت عدى طويل، 17 ثانية وكأنهم ظهر، وبعدها وقفوا التيار. الأطباء بصوا عليه وأعلنوا وفاته. وابتدوا يفكوه فعلا، لكن ساعتها لاحظوا شيء مخيف: ويليام لسه بيتنفس، والجنود قالوا إنه لسه عايش. كل اللي في القاعة شهق في ظهر، اتجمدوا مكانهم، وما كانش فيه أي اختيار تاني. ربطوه بسرعة ورفعوا جهد الطيارة على أقصى درجة وضغطوا الزرار، ومن تاني الكهرباء بدأت تمر في جسم ويليام المسكين. لكن المرة دي جسمه ابتدى يتحرق والجلد ابتدى يتفحم. اللي ما كانوش شايفينه إن أعضاء ويليام الداخلية كانت حرفياً بتطبخ في اللحظة دي. ريحة اللحم المحروق ملت المكان، لدرجة إن بعض الشهود فقدوا وعيهم. وبعد دقايق تقيلة من الرعب أخيراً فصلوا الكهرباء عنه. والمرة دي كان ويليام جثة هامدة، وانتهى مشهد أول بشري يتم إعدامه بكرسي كهربائي في التاريخ. والمشهد اللي كانوا فاكرينه هيكون موتة رحيمة كان من أكثر المشاهد الموثقة ورعب وسادية في التاريخ. أنا أرميا إبراهيم، ودي أبواب الموت.
على المسرح كان واقف ورا الستارة هو وفرقته. ايريس حاضن جيتاره ومستني لحظة فتح الستارة. من حواليه فرقته وكلهم على عيونهم نفس لحظة التوتر، رغم إن ده مش أول عرض ليه ولا دول حتى أول جمهور بالنسبة له. لكن بالنسبة لأيريس رغبت كل عرض زي أول عرض بالظبط. وابتدى العرض وأيريس غنى زي ما يكون أول مرة يغني فيها. الجمهور كان حافظ أغانيه وبيرددها معاه بكل حماس. بين كل أغنية وأغنية صوت الهتاف والتسقيف مش عايز يوقف. أيريس كان طاير من الفرحة. هي ممكن فعلا الحياة تكون مثالية كده؟ بشتغل الشغلانة اللي بعشقها، الجمهور بيحبني، واتجوزت البنت اللي بحبها كمان. يمكن ده كان خاطر جه على بال أيريس وهو شايف هيام الجمهور بيه في اللحظة المثالية دي وهو واقف على المسرح. المعجبين عاوزين يوصلوا له يلمسوه، مش قادرين. لكن واحد محظوظ قدر يفرط من المنظمين للحفلة وطلع على المسرح. ساعتها جري على أيريس جري وحضن. ده بيحصل كتير في العروض، لكن اللي حصل في اللحظة دي بالذات هو أن جسم المعجب ده كان مبلول. ولما حضن أيريس لمس سلك كهربائي في حتة ما كان مكشوف، فمرت صعقة كهربائية من خلاله لجسم أيريس، وقصاده الجمهور وقع أيريس جثة ما بيتحركش. مات أيريس في جزء من الثانية قبل ما يعرف حتى إيه اللي حصل له. وفي قصص كتير مشابهة كان المذنب فيها سلك كهرباء مكشوف بيتلوى زي التعبان، أو عامل صيانة مهمل، أو نقص في معدات السلامة في موقع بتسمح للقاتل الخفي إنه يمحي مستقبل وأحلام شخص ما من الوجود. وطبعا زي أي ابتكار جديد لازم الإنسان كعادته يحاول يخلق جانب مظلم فيه. ولو هنتكلم عن سوء استغلال الكهرباء مش هنلاقي أوضح ولا أبشع من حكاية الوحدة 731 في وسط واحدة من أظلم فترات التاريخ، وتحديدا وقت الحرب العالمية الثانية. كانت جهة سرية تبع الجيش الياباني اسمها الوحدة 731، ودي كانت وحدة شغالة بعيدة عن أي رقابة أو ضمير. في المكان ده بالتحديد الكهرباء ما كانتش مجرد وسيلة طاقة زي ما احنا بنعرفها دلوقتي، لا، كانت أداة لممارسة أبشع تجارب عرفها الإنسان على البشر. يعني مثلا كانوا بيوصلوا أقطاب كهربائية في الجسم ويبدأوا يمرروا تيار بدرجات مختلفة، مرة خفيف ومرة أقوى، مش بهدف علاج لأ، لكن بهدف إنهم يشوفوا الجسم هيتصرف إزاي تحت وطأة الكهرباء العنيفة دي. كانوا بيراقبوا كل حاجة، بيراقبوا الأعصاب وهي بتتدمر، والعضلات وهي بتتقلص بشكل لا إرادي، والجسم اللي بيدخل في حالة من الفوضى. كانوا بيراقبوا كل حاجة، كل حركة، كل رد فعل، وكأن اللي قدامهم مش بني آدم. ومع زيادة شدة التيار كان بيبدأ يظهر تأثير أخطر زي فقدان السيطرة على العضلات، تشنجات، ارتباك في الوعي، لحد ما الإنسان ممكن يفقد إدراكه بالكامل. كل ده تحت عيون بتسجل وبتلاحظ. كانوا مهتمين جدا بتأثير الكهرباء على القلب، لأن القلب زي ما احنا عارفين شغال بإشارات كهربائية منتظمة، فكانوا بيحاولوا يفهموا إزاي الصدمات دي ممكن تلخبط الإيقاع الطبيعي للقلب، وإمتى يحصل اضطراب وإمتى ممكن يتوقف تماما. وده كان جزء من سعيهم لفهم حدود الحياة والموت، لكن بأبشع وبأقصى طريقة ممكنة. مش بس كده، كانوا أحيانا بيقارنوا بالناس مختلفة، يعني يجيبوا شخص سليم وشخص تاني عيان أو تعبان أو مصاب علشان يشوفوا هل الجسم الضعيف ده هيستحمل أقل ولا لأ، هل المريض هيموت لأنه عيان أسرع ولا لأ. أسئلة شكلها علمي،
لكن الطريقة اللي اتنفذت بيها كانت أبعد ما يكون عن أي علم حقيقي. وفي بعض الحالات كانوا بيدمجوا الكهرباء مع ظروف تانية قاسية زي البرد الشديد أو الإجهاد، ويشوفوا تأثير العوامل المجتمع دي مع بعض إيه اللي هيحصل. والأصعب من كده إن كل اللي كان بيحصل ده كان بيتم بدون أي موافقة وبدون أي رحمة وبدون أي اعتبارات. التوازن. السر يا صديقي يكمن في التوازن. أديسون وتسلا فهموا الموضوع ده كويس قوي. عنصر فيه شحنات سالبة وجنبه عنصر فيه شحنات موجبة، وصلهم ببعض وسيب الطبيعة تقول كلمتها. فورا الشحنات السالبة هتتحرك من القطب السالب وتروح للقطب الموجب، تفضل تتحرك كده لحد ما يبقى القطبين متعادلين الشحنة، يعني لا سالب ولا موجب. حركة الشحنات بقى في السلك هي دي اللي بيدور عليها كهرباء. احنا عاوزين نفهم ليه كل حاجة الكهرباء بتمشي فيها بتشتغل، لكن جسمنا لو مر فيه تيار كهربائي محترم لفترة من الوقت يقف وينطفي. التوازن. السر يا صديقي في التوازن. تعرف ان جسمنا اصلا بيدور بالكهرباء؟ شايفك مش مصدق؟ هقولك. القلب بينبض عن طريق خلايا حسية بتخلق حرفيا نبضات كهربائية. كل الإشارات الحيوية اللي بتمر في جهازنا العصبي هي عبارة عن تيار كهربي ضعيف، حركة الإلكترونات سالبة ناحية حركة إلكترونات موجبة. تخيل بقى تيار كهرباء قوي يدخل ويخرب كل العمليات دي في مرة واحدة. النتيجة كارثة. لو التيار الكهربي مر بجسم إنسان وعدى على قلبه هيوقف، لو وصل للمخ هيوقف كل الإشارات اللي رايحة ليه، والنتيجة تشنجات بالجسم كله. عشان كده بنشوف المشهد ده كتير، وكأن مصدر الكهرباء لزق فيك، وفي الواقع انت اللي جسمك وقف عن الحركة. أما لو التعرض ده استمر لفترة طويلة فدرجة حرارة الجسم الداخلية بترتفع بسرعة رهيبة، والجلد من بره بيتحرق ويتفحم. ضروري جدا إننا نتبع الإجراءات وبروتوكول الإسعافات المعتمد لأي حد يتعرض لصدمة كهربائية، وهي بالترتيب. أولا نتأكد إن مصدر الكهرباء مش متصل، ولو مازال متصل بسرعة نفصل التيار من أقرب نقطة للضحية. بعدها لازم نتأكد من درجة وعيه، هل هو بيسمعنا؟ هل بيتكلم؟ طيب هو لو فقد الوعي نتأكد من النبض ومن التنفس. بعدها لو أمكن نبدأ في إجراءات CPR، الانعاش القلبي والرئوي. ولو إحنا مش مؤهلين لكده يتم نقل الشخص فوراً لأقرب نقطة إسعاف. الكهرباء دايماً لها نقطة دخول ونقطة خروج، بيبقى غالباً في الإيد والإيد التانية أو الإيد والرجل. النقطتين دول لازم نبص عليهم كويس، لأن غالباً نقطة الخروج والدخول دي بيبقى فيهم حروق شديدة. ساعتها لازم نغطيها بشاش معقم ونضيف، ودايماً نخلي المريض دافي على قد ما نقدر، ونخلي بالنا حتى لو الضحية شكله كويس بعد الصدمة، إلا إنه ساعات بيبقى فيه مضاعفات بتظهر على المدى الطويل في القلب وفي الجهاز العصبي. عشان كده لازم من مراجعة طبية شاملة على قد ما نقدر. ربنا يحمينا ويحميكوا ويعافينا من أبواب الموت.